راجل رمى زجاجة مية في الحوض. في اللحظة اللي بعدها زجاجة المية ظهرت في الزمن القديم من 1000 سنة. الملكة افتكرت إن دي هدية غامضة، ففتحت الزجاجة وشربت رشفة. لقت إن المية اللي في الزجاجة طعمها مسكر وجميل قوي. في الوقت ده البلد كانت بتعاني من جفاف شديد، فكتبت رسالة بتطلب فيها مية أكتر، وحطت كمان عقد اليشم الشخصي بتاعها في الحوض. من الناحية التانية الراجل كان فضولي يعرف سعر عقد اليشم، صور العقد ونشر صورته على الإنترنت. خبير آثار شاف الصورة وعرف إنه قطعة أثرية غالية جدا، فاتصل بالراجل وقالوا إنه عايز يشتري العقد. الراجل افتكره نصاب، بس في اللحظة اللي بعدها 6 مليون دولار أمريكي ظهروا في حسابه البنكي. الراجل اتصدم، على طول قال إنه موافق يبيع عقد اليشم. بعد كده الراجل شاف الرسالة اللي كانت جنبه، ساعتها فهم إن الملكة ممكن تكون سبب في إنه يحقق ثروة أكبر، فكتب لها رسالة وقال فيها إنه مستعد يساعدها تحل مشكلة المية. الملكة فرحت جدا لما قرت الرسالة، وطلبت من الناس يجهزوا ذهب كتير علشان تشكره. من ناحية الراجل عدد مهول من العملات الذهب طلع من الحوض، حتى السما نفسها كانت كأنها بتمطر ذهب. الراجل اتصل فوراً على أصحابه وطلب منهم يجوا بيته يساعدوه يشيلوا الذهب. بعد كده راح منطقة الفلل الفخمة علشان يشتري بيت، وبالصدفة قابل حبيبته السابقة في مكتب المبيعات. هي والشاب الغني اللي معاها افتكروا إنه جاي يوصل أكل، وضحكوا عليه وقالوا له إنه عمره ما يقدر يشتري حتى حمام في المكان ده. في اللحظة اللي بعدها الراجل شاور على فيلا وقال إنه هيدفع ثمنها كاش حالاً، ولسه حبيبته السابقة كانت هتسأله. الراجل فرجع صوابعه. صحابه دخلوا مكتب المبيعات وهم شايلين شنط سفر. لما فتحوا الشنط لقوها مليانة ذهب. الكل اتصدم. موظف المبيعات قلب وشه 180 درجة وبقى متحمس جدا، وعلى طول خلص عقد الشراء للراجل. الراجل خد الحوض ووداه للبحيرة اللي ورا الفيلا. في الوقت ده الملكة كانت قلقانة بسبب قلة المية. الجنود افتكروا إن الملكة اتخدعت، بس في اللحظة اللي بعدها المية اللي في البحيرة عدت من خلال الحوض ووصلت للزمن القديم.